بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال، وكل الحب والدعم ليكم. ربنا دايما يجازيكم خير ان شاء الله. النهارده هنعمل تحلية كده سهلة وبسيطة. كنت جايبة بطيخ، الحمد لله كلناها بالهنا والشفا، فانا ما رضيتش ارمي القشر بتاعها. بصراحة دي اول مرة اجرب ان انا اعمل القشر ده مربى. هعمله واقول لكم لو نتيجته حلوه اعملوه، مش حلو هقول لكم مش حلو. دلوقتي انا خدت القشر قطعته اهو زي ما انتم شايفين، شلت الطبقه الخضراء منها ورحت مقطعاها مكعبات زي ما انتم شايفين كده اهو. حلو الكلام، كلام جميل. هجيب كوبايه سكر. السكر بقى ده حسب رغبتك اهو، دي كده قيمه نص كوبايه، ودي كمان نص كوبايه. حلو الكلام، كلام جميل. وهجيب ايه؟ قيمة نص كوباية مية عشان هو هينزل مية اهو. حط عليه شوية فانيليا او فاني زي ما اخواتنا العرب بيقولوا اهي، تديها ريحة حلوة. ما عندكش فانيليا ممكن شوية مية ورد، لو ريحة الفانيليا جميل. واسيبها بقى مع نفسيها كده لغاية ما تستوي، تغلي غلوة وهدي النار عليها. ايه يا قلبي تيتا؟ بتعملي ايه؟ بعمل مربى. الوقت بقى صعب يا لوكا، الوقت بقى صعب جدا جدا جدا، فقلنا نعمل ايه؟ مربى كده وببلاش. انت بتصوري؟ اه بصور. انا بقى هشوف ان ميه البطيخ اللي معاها دي هتدي المخضر ده لون ولا لا. ما اديتوش لون هحط له الوان طبيعيه اللي هي الوان الطعام او بتاع دي الوان الحلويات، بس لما نشوف لونها النهائي ايه، لان الحمار ده هينزل. اديتنا لون مش حلو كده ولونه مش مزهزه، هنحط له شويه لون الوان طبيعيه. هنغطيها بقى مع نفسيها وريحتها جميله. الفانيليا ريحتها حلوه قوي. دي يا حبايبي كده لها الغطا اهو مع نفسها بقى كده. هتبتدي تغلي اول غلوه، ههدي النار عليها لغايه ما تستوي، عشان نقول ايه كلنا البطيخه حتى ايه قشريها، زي ما كلنا زي فيلم حتى الايدي الناعمه، ما اقول لك كلنا السمكات حتى راسها. خلاص الوقت اللي احنا فيه بقى وقت صعب جدا، ربنا ييسره علينا وعلى الجميع ويرحمنا ويتولانا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ماشي، من هنا بقى قلنا نعمل كنت مخلصه الاكل، وانتوا طبعا شفتوا معايا الرز والكفته قبل كده عشان ما صورتها لكوش معايا. فهنعمل المربى دي واقول لكم النتيجه بتاعتها بصدق وامانه. بصوا يا حبايبي كده، هي غليت اول غلوه كده، بس انا شايفه ان ايه لون الميه بتاعها فاتح اهو، ما ادتنيش الحمار اللي انا عايزاه. هحط ايه معلقه لون عشان تستوي معاها ويبقى كلها حمرا كده. لون البطيخ بقى، هي البطيخه بصراحه كانت حمرا وجميله، كانت زي العسل. حتى القشر بتاعها يا جماعه بصراحه مسكر. انا حطيت اللون دلوقتي علشان كمان بصوا بدل ما تبقى لونها فاتح تشرب، تديكي بقى لون كده، لون الفراوله الحلوه، الالوان الجميله دي. عايزه تحطي لون تاني غير الاحمر ممكن تحطي اخضر، تحطي اصفر، براحتك. اللون ده بتاعك انت بقى، احنا بندور على الطعم اهو. بصوا اديتنا اللون الاحمر الجميل اهو اهو. حاجه ما شاء الله، ريحتها الفانيليا عامله لها ريحه جميله جدا. انا كده بقى ههدي النار عليها واسيبها مع نفسها بقى كده ايه تستوي على الهادي يا زبادي.
ادي يا حبايبي غليت اهي كده، موطيه عليها خالص خالص، ودخلت على سوا اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. لا والله بجد طعمها جميل حلوه. بس بصوا بقى علشان الميه بتاعتها دي تلف معايا وما تبقاش خفيفه كده، اروح حاطط لها معلقه جيلاتين اهي. عشان تدينا زي ماده الجيلي كده، تبقى لفه معايا. طبعا الجيلي بيدوب في السخونيه، وانا حطيته على سخونيه. بس هسيبها برضو مع نفسها قيمة ربع ساعة تاني كده. بصوا ابتدت تعمل ازاي اهي. ريحة الفانيليا فيها جميلة جميلة جميلة. اما انزل الجيلاتينة اللي في المعلقة دي، بصوا 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 بتدينا مادة المطة ازاي. ادينا عملنا حاجة حلوة ببلاش، ما عملتش فيها حاجة خالص والله، كلها حاجات من البيت. كان كوباية السكر ومعلقة الجيلاتين، كلها من البيت. الجيلاتين اصلا بنتي بتجيبه عشان بتعمله ماسك لوشها، حلو للبشرة. دي اللي بنطلعها اهي. ادي يا حبايبي عملنا المربى اهي، بسم الله ما شاء الله. بعد ما استوت خالص خدتها نص ضربه كده في الشفشق بتاع الخلاط اللي هو بتاع الطماطم، بقت معانا احلى مربى اهي. بصوا نص بس، ايه نص ضربه بسيطه، عشان انا عايزاها برضو يبقى فيها حتت تكتلات كده زي ما انتم شايفين كده. انا اجيب لكم معلقه كده شويه اهي يا حبايبي. بصوا اهو، خلي بالكم هي لسه سخنه ما بردتش اهي. وطعمها والله فعلا، وطعمها بطيخ بطيخ لعشاق البطيخ. طبعا ما كناش بنعمل بطيخ مربى، كانت طلعت واحده وحشه ولا حاجه خلاص انتهت بقى. لو عندك طيور ولا فراخ ولا بط ولا حاجه بيحطوها. بصوا اهي قمه، قمه في الجمال والله العظيم، جميله جميله. لو وحشه هقول لكم، لان دي انا اول مره فعلا اعمل مربى بطيخ اهي. بصوا تقولها اهو، بصوا تقولها اهو حلوه ازاي ما شاء الله. تعملوها يا رب وتتهنوا بيها. واحلى لايك من ايديكم لاختكم ام يوسف، واللي عجبته اكله يشيرها. والله يبارك لكم. اتكوا على اللايك قوي 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 قوي، عشان هو اللي بيرفع الفيديو. لان والله عندي نسبه المشاهدات نازله جدا 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 جدا، وانا في احتياجها بامانه ربنا يعني. بصوا بقى ماده ال اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بصوا معلقه اسمه ايه اللي انا حطيته والله نسيت. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اهو. بصوا معلقه الجيلاتين، بصي خليته لف معايا ازاي اهو.
جميله جميله جميله. بصوا مش عشان اقول لكم انا ضربها نص ضربه، عشان انا عايزه يبقى فيها التكتلات دي اهي. اهي الصغيره دي اهي. بصوا صحه وهنا يا رب للي ياكل، والف صحه والف هنا. تسلموني، واحلى لايك من ايديكم لاختكم ام يوسف. صحه وهنا. ابتدينا بقى نحطها ببطرمانات اهي. بصوا ما شاء الله اهو. حطها عندي في التلاجة كده بباب التلاجة، اللي قصدي يعمل سندوتش ولا حاجه، في بيحبوا يعملوا يحطوا قشطه مع المربى. مش قادره اقول لكم، واللي ربى خير من اللي ايه، من اللي اشترى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.